السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل احلى طاجن بامية باللحمة الضاني. فعلا اللحمة الضاني بتدي للبامية طعم وتست عالي جدا، وخاصة لما بتسويهم هما الاتنين اللحمة والبامية في طاجن في الفرن. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشوف عملنا وصفتنا ازاي. انا معايا اهوت كمية لحمة ضاني، اي كمية انت بقى بتحدديها. وطبعا البامية نضفناها اهيت. هنبتدي الاول. هناخد اللحمة الضاني، لازم نديها صدمة كده على النار، في طاسة او في حلة تكون ما بتلزقش، وحطيت معاها فص مستكة اهوت. هديها صدمة من على الناحيتين زي ما حضراتكم شايفين كده. لازم تاخدي الصدمة ديّة، عشان أنتم عارفين اللحمة الضاني يعني بتخس شوية وبتكِش لمّا بنيجي نسلقها أو نسويها. وحطيت معاها بصلاية وشوية فلفل أسود. بعد لمّا خدت طبعًا الصدمة، وادي البامية سلقتها أهي، بتاخد غلوة واحدة كده أو غلوتين على النار. بعد كده باصفّيها وباجهّزها للطبيخ. خلاص نقلت اللحمة الضاني في حلة عشان آخد منها شوربة بقى، وحطيت لها ورق لورا. وهنبتدي بقى إيه نطبخ البامية. ادي معانا كده الكيلو بامية ونص كيلو طماطم. وادي معلقة توم وبصلاية. اول حاجة بنحط طبعا شوية زيت على سمنة او زي ما انت عايزة. بنصفرها كده شوية. ما بتتخش شوية كده بتصفر حبة، بنضيف معاها معلقة التوم. كمية التوم بقى اللي انت بتحبيها، بتحبي التوم كتير او شوية صغيرين، انت بتحطي حسب حاجتك. بنقعد نصفر فيها كده ونقلبها شوية بشوية مع البصلاية. لازم التوم يصفر الأول يا جماعة. بعد كده بنحط عليه الطماطم أو بنحط عليه البامية، بس لازم يصفر عشان يدي ريحة في الوصفة بتاعتنا. خلاص ضفت البامية اهيت. بادّيها تشويحة كده مع التوم والبصل. بتدّي طعم حلو جدًا. شوّحيها وجرّبيها بالطريقة دي هتلاقيها حلوة جدًا، غير لمّا أنتِ بتضيفي عليها الطماطم على طول. ابتديت أشوّح فيها كده شوية بشوية عشان تاخد من طعم الطماطم والبصلة وكل حاجة. خلاص بنضيف الطماطم وعليها البابريكا عشان تحمّر الصلصة شوية، وشوية فلفل أسود وملح. بتضبّطي بقى الملح بتاعها حسب الحاجة بتاعتِك. خلاص اهيت بنديها غلوة كده على النار. طريقتها سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة، بس عشان هي بس بتطبخ مع اللحمة الضاني. بتبقى واخدة طعم جميل جدا. طبعا البامية مشهورة بانها بتتعمل مع اللحمة الضاني، يعني اي حاجة في العزايم يقولك بامية باللحمة الضاني. ففعلا انا لما جربتها لقيتها طعمها حلو جدا. خلاص حطيت لها الشوربة. هنحطها بقى في الطاجن كده بالطريقة دي، واضيف عليها بقى اللحمة اللي احنا سلقناها. طبعا كله واخد نص سوا علشان يدخل الفرن ويستوي معانا على طول. تاخد من طعم الطاجن وطعم الفرن، بتطلع طعمها حلو جدا. خلاص ضفت اللحمة، كمية اللحمة اللي عندي كلها بالطريقة دي. لو عندك بقى قرن فلفل حلو كده بيديها برضو ايه ريحة وطعم، وده شطشطة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين كده. طلعت من الفرن بألف هنا وشفا، جميلة جدا. جربوها هتعجبكم جدا يا جماعة. بس ما تنسوش يلا تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. وبألف هنا وشفا. اترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.